يا صباح الفل يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. احنا النهارده في الصين يا جماعه، اول مره ازور الصين فيها في حياتي هتكون النهارده وفي الفيديو ده. يعني فيديو مختلف عن اي فيديو تاني عملته في حياتي، لان تجربه الصين الصراحه مختلفه قوي عن اي دوله تانيه، ولكن الدوله متقدمه جدا جدا فوق ما تتخيل. دايما وانت باشا تلاقي عربات الكهرباء بس اللي موجوده في الشارع، قليل قوي لما تلاقي عربيه بنزين مثلا موجوده. المهم يا جماعه، فلوج مختلف هنقل لك التجربه فيها بقى من سفرنا من دبي. احنا دلوقتي حالا لسه نازلين من الاوتيل ورايحين المكان بقى الايفنت الكبير بتاع هواوي، فهنستكشف بقى كل حاجه هناك. المفروض العربيات كلها هنا اهي، بس ان شاء الله يبقى ايفنت لذيذ يعني. فخليكم معانا بقى في الفلوج الجميل ده ونشوف الدنيا هناك. يلا سلام سلام. ماشي، احنا وصلنا دلوقتي حالا لمكان الايفنت يا جماعه. على فكره الاماكن اللي هندخلها النهارده دي اماكن اكسكلوسيف، يعني مش اي حد بيدخلها كده عادي يعني، لا هي كلها بانفيتيشنز وبتاع. انت تشوفوا حاجات النهارده مش هتشوفوها في اي فيديو تاني عامه. احنا المره دي جايين نتكلم اكتر عن حاجات سوفت وير ذكيه انتليجنت طالعه من هواوي نفسهم عشان يحسنوا الحياه في المستقبل. فالمشاكل اللي بتقابلك مثلا عندك في الدوله، سواء في مصر او في اي دوله يعني عامه، في الدراسه مثلا، في المدارس، في الجامعات، مشاكل في الاماكن اللي فيها بيزنس عامه زي الاوتيلات وغيرها، كل ده هيتحل مع سوفت ويرز وحاجات ذكيه من هواوي. اتحمس معايا لان المكان في الغالب هيبقى جامد جدا. وبس الاهم ما تنساش لايكك الجميل وسبسكرايبك الاجمل. من غير كلام كتير يلا بينا حالا نروح ونستكشف المكان اللي رايحينه تبع هواوي ده. لسه واصلين حالا الكامبس بتاعت هواوي هنا دلوقتي يا جماعه، فيها ميه وفيها مباني بجد زي ما انت شايف كده. المبنى ده مثلا ده المكتبه بتاعتهم، وعامه المكان تحفه تحفه معماريه. عندهم قطر هنا في الجامعه بيوصلهم بقى للاماكن كده بتاعتهم وبتاع. وهنا هيتعرض بقى كل التكنولوجيز وحاجات السوفت وير اللي هم عاملينها، الحاجات الانتليجنت الذكيه اللي هم عاملينها. فانت لو طالب وقاعد في الفصل يا باشا عادي مع طلبه تانيين زي ما انت شايف كده، عندك التابلت بتاعك عادي. ممكن يبقى الفصل فيه 60 طالب عادي جدا وكلهم معاهم التابلتس. كل التابلتس دي متوصله على نتورك من هواوي، متوصلين على شاشه سمارت زي اللي قدامك هناك دي. المدرس بيشرح عليها عادي جدا، وكل حاجه بتتعرض هنا بتتعرض عندي على التابلت. الفيديو ده على فكره 4K يا جماعه، الفيديو ده 4K شغال هنا وشغال على الشاشه الكبيره هناك زي ما انت شايف كده، وشغال عند كل الطلبه اللي هتبقى قاعده جنبك في الفصل عادي خالص. يعني انا فاكر ايام المدرسه يعني زمان كنا بقى فكره ايه، اللي ما بيعرفش يشوف يقعد قدام عشان يشوف السبوره اللي هناك وهكذا. لا دلوقتي يا باشا مفيش الكلام ده، حياه رفاهيه دلوقتي. انت كنت قاعد في اخر الفصل شايف نفس اللي بيحصل مع اول واحد في الفصل عادي، لان معاك تابلت بيحصل عليه نفس اللي بيحصل على الشاشه الكبيره بيشرح عليها المدرس. لو عملنا سelection كده بنقدر بقى نسيرش عليها بالاي اي على ديب سيك عادي، ندخل نفس الحاجه دي على ديب سيك ونسيرش عليها عادي. انا طلع في مني كتير قوي عامه على ديب سيك. انسرت بقى، ممكن ناخد المعلومات اللي اتكتبت دي نحطها هنا في الشاشه. المعلومات دي كلها موجوده هنا اهي، نصغرها نكبرها. فانت خدت حاجات من هنا دخلتها عندك هنا في الشرح بتاعك، وكل ده ظاهر على التابلتس عادي للطلبه. تقدر طبعا غير اللي هي فكره انه يحول الكتابه العاديه لتكست، لا احنا ممكن كمان نكتب عادي زي ما احنا عايزين، يعني نكتب بخط عادي خالص. نظام الشرح العادي يعني ان انا ممكن اعمل سهم هنا، اعمل خط كده مش عارف ايه، دايره زائد ناقص اي حاجه، فاهم؟ كل ده بيتكتب عند الطلبه عادي خالص، نفس اللي انا بعمله من غير اي ديلي او اي حاجه، يعني زيرو ليتنسي تقريبا. ونفس الفكره لو انت راجل اولد سكول وعايز تكتب بالطباشير عادي على السبوره العاديه بتاعتنا، فانا اجي هنا برضه اكتب مثلا اي حاجه حكيم، فنفس ده بيتكتب على الشاشه الرئيسيه. ونفس اللي مكتوب هنا كمان مكتوب عندك على التابلتس عند كل الطلبه اللي في الفصل في نفس الوقت بالظبط يا جماعه، من غير اي ديلي. ودلوقتي انا لو طالب مثلا وبحل اي حاجه، مثلا ممكن اجابتي تظهر عادي للمدرس على السبوره ويصحح لي ويقول لي ايه الصح وايه غلط ويعدل فيها. كويس قوي برضه الحركه دي، ان انت ممكن تصحح للطلبه على السبوره عادي جدا قدام كل الطلبه ويتعلموا من اخطائهم وهكذا. يا جماعه التعليم بقى اسهل كتير يا جماعه مع هواوي والله يا جماعه. تقدر تعمل شير هنا، يطلع QR كود، فالطلبه تقدر تسيرش على الكيو ار كود ده وياخدوا الكلام ده كله او الحاجه اللي اتشرحت دي على موبايلاتهم عادي، فاهم؟ بمنتهى السهوله في نفس اللحظه يعني. مش محتاج تنقل بقى في كراسه، مش محتاج اي حاجه تنقل عليها. المعلومات كلها اللي مكتوبه على البورد تقدر تعمل لها شير من خلال الكيو ار كود ده. ده راوتر هواوي اللي ممكن يغذي مدرسه حرفيا، اماكن كبيره يعني في المدرسه او في الكليه. والفكره ان هو دايما بيطلع اشارات ثابته، وليكن مثلا الراوتر ده في حته ثانيه او باصص ناحيه ثانيه، هو بيخرج اشارات ثابته اكتر من اي منتج ثاني في السوق. فانت مجرد ما تعوجه كده هتبدا تلاقي الاشارات هنا بتختلف، تبدا تنزل. اختلفت كمان، قلت كتير قوي، مش عارف هيبان معاك ولا لا، بس هي قلت كتير قوي. لو رجعته تاني كده مثلا هتبدا تعلى تاني قوي عندك، بدات تعلى هنا اهي تاني. يعني من الاخر الكفرج بتاعه مش اقوى حاجه، مش احسن حاجه، مش ستيبل زي الراوتر طبعا. هواوي طبعا بتاعت شبكات اصلا، هم لعيبه قوي في الحته دي. فده مثلا حل كويس قوي لان انت لو عايز واي فاي يبقى مغذي المدرسه كلها او مغذي منطقه كبيره في المدرسه او في الكليه. انا مثلا كان عندي في الكليه على فكره في الجامعه كان دايما الواي فاي فيه مشكله، يعني مثلا يبقى شغال في اماكن المحاضرات بس تنزل مثلا تحت ما تلاقيش فيه نت، خلاص شكرا. في اماكن معينه في الطريق حوالين الكليه ما بقاش فيها اصلا انترنت، فده حل طبعا رهيب لو انت عايز تغذي مكان كبير يعني. طيب دلوقتي
دلوقتي خلصنا الاديوكيشن، تعالى بقى نتكلم عن البيزنسز بقى والانتليجنت بيزنس اللي هواوي بتقدمه او السيستمز اللي بتقدمها دلوقتي عشان تساعد الاوتيلات، تساعد الناس اللي بتعمل لايف ستريم لمنتجاتها وهكذا. السوليوشن ده اسمه وان روم وان فايبر. من وجهه نظر اداره الفندق الهدف مش ان الحل يخدم اصحاب الفنادق بس، لكن هم كمان عايزين يسهلوا اداره الفندق ويوفروا تجربه احسن للعميل. انت عندك في الاوتيل مثلا تليفون ارضي، فممكن تكلم منه ريسبشن وهكذا. فكانوا زمان في الاول محتاجين كابل للتليفون الارضي ده عشان تكلم ريسبشن، محتاجين كابل تاني مختلف عشان يوصلوه بالواي فاي والحاجات اللي فيها محتاجه نتورك في الاوضه، وكابل ثالث عشان اي بي تي في مثلا التلفزيون بتاعك وهكذا. فدلوقتي الحل بقى خلاص بسيط جدا في الجهاز ده. الجهاز ده لو شلناه كده هتلاقي فيه كابل واحد بس طالع منه زي ما انت شايف كده، بيدعم واي فاي 7، وكل وظيفته ان هو بيشغل كل حاجه بكابل واحد بس فايبر، بدل ما كان فيه 3 كابلات لازم بيتوصلوا في كل اوضه عشان تعمل لك الحاجات دي كلها في الاوتيل. بقى كابل واحد بس فايبر متوصل بالجهاز ده قدر يشتغل. طبعا دي تكنولوجي من هواوي متطوره جدا، وبيقول لك انها بدات تستخدم دلوقتي عادي في الصين وفي دول كتيره في العالم، وممكن برضه تشتغل في اي دوله في العالم من الدول اللي ممكن مش عندها الاختراع ده. يعني حل زي ده هينتج عنه 80% كابلات اقل و30% اقل مصاريف تشغيل، وهيحسن كمان بيقول لك الكونكتيفيتي بتاعته اسرع وافضل. يعني باختصار فايبر واحد شغال بقى عليه اي بي تي في، شغال عليه الواي فاي بتاع الاوضه واي حاجه خاصه بالنتورك، شغال عليه كمان التليفون اللي بيكلم الريسبشن، انت فاهم؟ فكل حاجه بكابل واحد. شكرا. وانا هنا دلوقتي بستريم يا باشا، لو انت راجل ستريمر بقى وليك في ستريمز بقى على تيك توك ومش عارف ايه، عاملين هنا الستريمر كات. الجهاز ده يا جماعه بيدعم الواي فاي 7. الميزه فيه بقى ايه؟ ان هو متاح لاجهزه تقيله او صعبه زي الكاميرا دي. الكاميرا دي يا جماعه بتعمل ستريمينج 3 دي من الاخر. يعني انت لو عندك برودكت كبير زي عربيه، زي مثلا عندك راوتر، حاجات كبيره زي كده، فاهم؟ فممكن تشوف الحاجات دي في الكاميرا هنا وبتطلع لك زي ما انت شايف كده على الشاشه هنا. مهمه جدا اللايف ستريمينج لو انت بتبيع حاجات على تيك توك ستور وحاجات زي كده، او بتبيع حاجات اونلاين عامه. الفكره بقى ان الجهاز ده عشان يستريم معاك بيحتاج في العادي من 50 ل 100 ميجا بت. الاكسس بوينت اللي معانا دي تقدر تتحمل لحد 3.57 جيجا بتس في الثانيه. كونكتد هنا على الموبايل، انا بحرك الموبايل كاني بجو ثرو الفيديو 3 دي اللي انا مصوره وبعرض الحاجه اللي انا عايزها. نيجي بقى على الستور كيت. الستور كيت ده جهاز زي ما انت شايف كده، هو 2 في 1 من الاخر، بيغذي الستور او المتجر بتاعك بالانترنت، وليه فوائد كتيره قوي. اهمها ان هو بيفيد صاحب المحل نفسه. يعني انت لو عندك محل موجود دلوقتي بتبيع فيه اي حاجه، بالذكاء الاصطناعي بيقدر ان هو يفهم انت محلك ايه الاجزاء اللي فيه ناس بتحبها اكتر. فانت في الستور عندك لو عندك جزء مثلا خاص بالكتب، جزء خاص بالروايات، جزء خاص بالقصص، لو الناس بتدخل المحل عندك ويقفوا في مكان معين اكتر من مكان تاني بيقدر يحلل ده، بيفهمه. بيقول لك ان مثلا الكتب دي او الشلف ده او الرف ده الناس بتهتم بيه اكتر من الرف التاني. فدي حاجه مهمه جدا ليك كواحد عندك يعني ستور، حتى لو كان ستور صغير عادي. كم تكنولوجيز رهيب من هواوي متقدمه النهارده في الايفنت ده. هواوي كده يا جماعه هتسمعوا عنها اكتر الفترات الجايه، هتضاف اكتر في دول كتير، ناس كتيره جدا او شركات كتيره جدا هتستخدم التكنولوجيز دي وهتنزل اكتر عندنا. وبالذات الاديوكيشن بصراحه بالنسبه لي شايف انها حاجه ثوريه، حاجه هتسهل عمليه التعليم. كنت دارس في مصر يعني، فاهم؟ فانا عارف الدنيا كانت ماشيه ازاي في دول زي كده. واظن ان السيستمز دي بما ان اصلا الدول بدات تتطور، يعني في مصر مثلا بداوا يضيفوا حوار التابلتس ومش عارف ايه في التعليم، فالسيستمز دي لما تنزل تبقى انتجريتد في المنظومه التعليميه 100% هتحسن تجربه الطلبه وتجربه المدرسين. سواء المدرسين هيبقوا مرتاحين اكتر والطلبه كمان هيبقوا مبسوطين وفاهمين اكتر. وبعدين في قطاعات زي الصحه وزي البيزنس مثلا في الاوتيلات وهكذا، حاجات امان ليك انت لازم تبقى موجوده في السيستمز بتاعت المؤسسات دي. رجعنا بعد يوم طويل وشاق من الايفنت، وعايز اقول ان بجد اليوم كان جامد قوي يا جماعه. تكنولوجيات رهيبه من هواوي انا ما توقعتش بصراحه. السلاسه والسرعه والتطور والذكاء الانتليجنس يا جماعه، بجد الموضوع بقى خلاص السيستم ذكي قوي. وحاسس ان حاجات زي كده لما تتضاف فعلا في وطننا العربي وتحط في السيستمز بتاعتهم تبقى انتجريتد فيه اكتر، هتبقى بجد مساعده في تطور البلاد دي، وبالذات البيزنس الصغيره كمان زي ما انت شفت كده في الاوتيلات ومش عارف ايه، واماكن تانية كتير ممكن ينفع فيها السيستمز دي. المهم ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه جدا، ويكون الفيديو لذيذ كده وفلوج لذيذ. طبعا احنا دلوقتي حالا هنلم شنطنا ونطلع بقى نروح على المطار، وان شاء الله راجعين دبي، لان في فيديوهات اكتر هنشتغل عليها الفتره الجايه وكده. فانا عايزك تتحمس جدا، الشهر ده مليان فيديوز جامده. وبس يلا نشوفوا فيديو جديد.